روح عليها. السلام عليكم، يعطيك العافية يا عم، كيف حالك؟ إن شاء الله تمام. عمي عبد العزيز. عبد العزيز معك مبادرة بصمات الخير. اليوم جايين نبشرك إنه إن شاء الله أنت مقدم معنا لعمرة، صح؟ إن شاء الله العمرة رح تكون بشهر 2 وأنت إحدى المقبولين معنا فيها. الله يبارك فيك، الله يبشرك بالمرة. الله يسعدك، الله يرضى عنك. الله يحفظك يا رب. سلم. تفضل. نزيد فضل. وهون رح تبلش قصة العم عبد العزيز. العم عبد العزيز إحدى معتمرين مبادرة بصمات الخير من ذوي الإعاقة الحركية. خليكم معنا لحتى نشوف شو قصته من مخيم البقعة وبصمات الخير. عمي طب كيف عرفت عن مبادرة بصمات الخير ورحلة العمرة؟ أنا والله قدمت على أكثر من مكان للعمرة وأكثر من جمعية. تمام. إلا الحين التقيت في الأخ أحمد محيسن وحكى لي عن مبادرة بصمات الخير وسجلت فيها. الحمد لله. والحمد لله ورضا من الله، توفيق من الله عز وجل، تم بالقبول. الحمد لله رب العالمين. وهي أنتم بشرتوني. الحمد لله رب والحمد لله رب العالمين. مبارك يا عمي. الله. سبب روحتي للعمرة أنه أولا حلم كل بني آدم وطاعة لله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاب أروح على بيت الله الحرام لأدعو لنفسي ولأولادي ولكل محبيني بالخير والتقوى. آمين. من مبادرة بصمات الخير مني أنا سمر التميمي بدي أشكر كل محسن فاضل كان معنا وعاوننا لحتى نقدر نوصل ونقدر نحقق حلم ونجبر خاطر. العم أبو أحمد مثله كتير من ذوي الإعاقة الحركية يلي بتصعب عليهم أداء مناسك العمرة، مش بس لمادي كمان للجسدي. اليوم بدي أشكر متطوعينا الأعزاء ومرافقينا يلي بيرافقوهم بالعمرة لحتى يخدموهم ويكونوا تحت إشرافهم. محسنينا الأفاضل لا تنسوا في كتير عنا مرضى عم بيستنوا مساهمتكم لحتى تكونوا معنا ونحقق حلمهم في حملة عمرة الخير 8.